فيديو النهارده هو نصيحة أكتر من إن هو معلومة عن القولون العصبي، بس في الأول كده عايز أفهمك هو إزاي مرض القولون العصبي ده بيتشخص أصلا. القولون العصبي بيتشخص لما ما بتلاقيش مشكلة عضوية في الجهاز الهضمي، بمعنى إن في دياجرام كبير قوي كده في التحاليل اللي بتتعمل عشان تشخص الأمراض اللي لها علاقة بالجهاز الهضمي. في آخر الدياجرام ده خالص لما كل التحاليل وكل الفحوصات بتطلع بيرفكت ما فيهاش أي حاجة، ساعتها أنت عندك قولون عصبي. فأنت ما ينفعش تتشخص بالقولون العصبي غير بعد ما تعمل كل التحاليل اللي لها علاقة بالجهاز الهضمي وكلها تطلع كويسه. لكن قبل ما تعمل كده فانت ما عندكش قولون عصبي ولا حاجه. يعني مثلا ما ينفعش حد يتشخص بالقولون العصبي وهو ما عملش منظار على القولون. ما ينفعش تبقى متشخص بالقولون العصبي وانت اهم فحص ليه علاقه بالقولون اصلا انت ما عملتوش. فانت الحاله الوحيده اللي الدكتور بتاعك بيشخصك فيها ان انت عندك قولون عصبي ان انت ما فيش اي مشكله عضويه في الجهاز الهضمي. القولون العصبي ده مشكله موجوده في الجهاز الهضمي بس مش مشكله الجهاز الهضمي. يعني مش معنى ان انت عندك قولون عصبي يبقى انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي خالص. حتى القولون العصبي اصلا بيقولوا عليه